بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أطلق العلماء اليوم أسبوع القدس العالمي، وهذا الأسبوع طبعا في نسخته الرابعة، ولكنه في هذا العام يأتي بظروف خاصة في أجواء طوفان الأقصى الذي هو بداية إن شاء الله حرب التحرير من هذا الكيان المجرم المعتدي على أرضنا ومقدساتنا. وبالتالي فإننا ندعو جموع الأمة في كل البلاد، ندعو أهلنا في تركيا وفي العالم الإسلامي إلى التفاعل الواسع مع أسبوع القدس في المسيرات والنشاطات والحراك والندوات بالوسائل المختلفة مباشرة وإلكترونيا، وبث الوعي وعقد المنتديات والمحاضرات التي يتم من خلالها توعية الأمة بهذه القضية المباركة التي ينبغي أن تبقى أمتنا معها في غاية التفاعل، لا سيما في ظل طوفان الأقصى الذي تجري فيه دماء أهلنا في غزة شلال دماء. وفي الضفة الغربية وقد مارس الصهاينة في الأيام الماضية عمليات الاغتيال والإجرام، ودخلوا هذا الكيان كيان لا يعرف القيم، لا قيم الحرب ولا قيم السلم. فقد دخل الصهاينة المجرمون، الجيش الصهيوني دخل بشكل قوات خاصة وبلباس أطباء، دخل إلى المستشفى وقتل الجرحى في داخل المستشفى في مدينة جنين. هذا الأمر يحتاج إلى مقاومة الأمة كلها وإلى حراكها. وهذا الأسبوع، أسبوع القدس، ليس هو أسبوع الحراك، إنما هو محطة التزود بالحراك للعام كله. هذا هو المطلوب. وأيضا نركز في هذا الأسبوع على مقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه وبكل آلية. والمقاطعة الحقيقة ليس البضاعة الأمريكية ولا الفرنسية ولا الصهيونية فقط، وحتى الأمريكية والفرنسية نحن نريد أن نقاطع منها الداعم للكيان الصهيوني أو الراضي بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نريد أن نقاطع من البضاعة التركية، ونريد أن نقاطع من البضاعة العربية ما يدعم الكيان الصهيوني، لا سيما في هذه الأجواء التي تتحرك فيها قوافل من بعض البلاد العربية لكي تقوم مقام الشحن البري الذي أوقفته الضربات اليمنية ومنعته من الذهاب إلى الكيان الصهيوني. فتأتي دول عربية وتقول الإذاعات الصهيونية، القناة العاشرة الصهيونية تقول أنه من السعودية ومن الإمارات ومن الأردن. تأتي هذه قوافل الدعم وشاحنات الدعم للكيان الصهيوني. أنا أخاطب الشعوب، لا سيما الشعب الأردني الذي يمكنه أن يغلق الحدود وأن يراقبها وأن يثور على كل مسيرة من هذا القبيل وعلى كل شاحنة، بل يدمرها. كل شاحنة تحمل بضائع للكيان الصهيوني. مطلوب من الشعب الأردني إذا رأى أن حكومته قد فعلت كما تقول أو تثبت هذه الحكومات أنها لم تفعل، وتدين التصريح الصهيوني عنها بأنها تقوم بالدعم للكيان الصهيوني. فإن لم تفعل فعلى الشعوب أن تخرج على هذه الحكومات، لأنها معنى ذلك عندئذ تكون حكومات خائنة لشعوبها ولدينها ولأمتها ولدماء الشهداء في غزة ولهذه القضية المباركة. وهذا من واجبات الحراك في أسبوع القدس وفي غير أسبوع القدس. معبر رفح، أنا أقول أن معبر رفح ينبغي أن يفتح، وإن إغلاق معبر رفح في وجه الشاحنات في الوقت الذي تفتح فيه بلاد عربية من الاتجاه المعاكس الشاحنات باتجاه الكيان الصهيوني هذه جريمة كبرى، جريمة على الخطين، جريمة بفتح المعبر لدخول البضائع للكيان الصهيوني، وجريمة بإغلاق معبر رفح لدخول الإعانة والمساعدة لأهلنا في غزة. وعلى الشعب المصري الأصيل المعروف بأصالته وشهامته أن يواجه هذا بكل ما أوتي من إمكانيات، وأن يسير
في مسيرات مليونية إلى معبر رفح ليفتحه. كما قلنا أن على الشعب الأردني شعب المروءة والشهامة والأصالة، والذي رأينا مواقفه في هذا الطوفان وحراكه الكبير، أيضا أن يوقف إمداد الصهاينة من طريقه على مدار الحدود، وليناوب الشعب الأردني ليلا ونهارا على الحدود ليمنع مثل هذا الدعم.